مقرمش ومحشي بحشوة أكثر من رائعة، طرية وبنينة وخفيفة ومذاق ولا أروع. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في كويزين سيسوما ديزاد. اليوم أخياتي طليت عليكم بوصفة بوراك رائعة وبحشو رائع وبزاف بنين. نمد لكم مكون وهو سر من أسرار البوراك باش ما يتشرب لكمش الزيت ويبقى مقرمش مدة طويلة. الوصفة هذه ناجحة ومضمونة، اكيد راح تعجبكم. قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، خلوا لجام اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونبداو على بركه الله. في مقلاة راح ندير ملعقه صغيره من المارغرين وندير عليها كميه من الزيت حوالي 2 ملاعق كبار. راح ندير عليها كميه من البصل حوالي بصله كبيره، هنايا على حسب الكميه تاع البوراك اللي عندكم. هنا راح نمد لكم الكميه هذه على حسب البوراك تاع 12 ورقه، يعني اذا حبيتوا ديروا اقل نقصوا الكميه، واذا حبيتوا زياده ديروا الكميه زياده. يعني بهذه الكميه انا البوراك جاني سوا يعني ما بقاش كامل الحشو. أنا على نار متوسطة نبقى نقلي في البصل تاعي جيدا حتى نشوف بلي طلق العصارة هذوك تاعو وبدا يطيب معايا. يعني كخطوة أولى لازم تذبلوا مليح البصل تاعكم. بعد ما شفتوا ذبال يعني كما راه واضح معاكم في الفيديو وتحصلنا على هذيك العصارة، راح نضيف عليه صدر من الدجاج. هنايا كان متوفر عندي صدر الدجاج، أرحيتو. نتوما تقدروا تعوضوه باللحم المفروم، لكم الاختيار. بعدها راح نحاول نخلطه جيدا يعني حتى نشوف هذاك صدر الدجاج بدا يطيب معايا. هنا ضروري ما تخلوهش هكذاك خضر، يعني ضروري تبقاو تحركوا فيه حتى تشوفوه كي شغل تزربع كامل معاكم، يعني طاب جيدا معاكم. نبقى نقلب فيه. يعني هنايا خياتي النار راهي متوسطه، يعني ما راهيش نار قويه وما راهيش نار قليله. بعد ما شفت الدجاج تاعي بدا يطيب معايا راح نضيف عليه حوالي بطاطا تكون متوسطه رابيتها بالخشن. هنا خياتي تقولوا لي البطاطا بالك ما طيب لكش، بالك انا بالعكس راح تطيب معاكم وتزيد لها بنه. حبيتوا تعوضوا البطاطا هكذا رابي بطاطا طيبه، لكم الاختيار. يعني تقدروا تطيبوا بطاطا في الماء وتضيفوها للخليط تاعكم، لكن لكم الاختيار. لكن انا دائما نحب الخطوه هذه لانه تزيد البنه في الحشو تاعكم. راح نغطي عليها ونخليها حتى تطيب جيدا البطاطا هذه. شوفوا خياتي هنا راح نوري لكم كيفاش بلي البطاطا راهي طيبه، يعني ما تخافوش تبقى لكم خضراء ولا ما تطيبش معاكم، راح تطيب بكل سهوله لانه راهي رابي، يعني راهي مقطعه برقيق. شوفوا كيفاش راهي طيبه. بعدها خياتي راح نكمل نخلط كامل الخليط وراح نضيف باقي المكونات. هنا راح نضيف كميه معتبره من المعدنوس، يعني كميه لا باس بها من المعدنوس. بعدها راح نضيف التوابل. عندي الملح، توابل خاصة بالدجاج أو التوابل العادية لكم الاختيار، فلفل عكري حلو واللي يحب يديروا حار لكم الاختيار. نضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة من الزنجبيل. كما تعرفوا الدجاج والبصل يحبوا بزاف الزنجبيل، يعني هذا الزنجبيل يزيد له بنة للبصل تاعكم مع الدجاج، خاصة الدجاج يمشي معاه بزاف زنجبيل، يعني طيبوا به ورجعوا لي الخبر. هنا خياتي بعد ما قليتهم جيدا راح نضيف عليها حوالي نصف كاس من كريمة السائلة، يعني لا كريم فريش. هنا اللي ما عندهاش كريمه سائله تشد نصف كاس من الحليب وتضيف عليه جبن اي نوع من الاجبان ونصف كاس من الزيت، تميكسيهم جيدا وتخلط وتدير الخليط مباشره على البوراك تاعهم. هنا خوياتي راح نشارككم فيديو خاص بالكريمه السائله، راح تستعملوها كامل الاطباق وتجي كيما تاع برا. هنا بعد ما درت نصف كاس من الكريمه السائله ضفت عليهم 2 حبات بيض، وكما قلت لكم خياتي النار راهي قليله يعني ما راهيش قويه. راح نضيف عليهم الجبن، اي نوع من الجبن تفضلوه والكميه اللي حبيتوها. انا استعملت فقط 3 مثلثات من الجبن. راح نبقى نخلط فيه جيدا حتى نشوف بلي الخليط تاعي راه بدا ينشف معايا، يعني تشرب كامل هذوك السوائل. وهاي لك العقده تاعنا راهي واجده. هي عندي الديول، انا الديول نستعمل جداتي ولا العائله، يعني هذا الزوج ما نستغناش عليهم، دائما يصدقوا لي وجامي لقيت فيهم مشكل. سنيوه فرشت البابي هذاك اللي يجي في الديول، لانه هذاك البابي يلعب في الدور المحافظه على الديول تاعكم، يعني ما راحش ييبسوا ويبقاو محافظين على الشكل تاعهم. هنا راح نجيب وحده تاع الديول هكذا وراح ندير الحشو في الوسط. خياتي انا صراحه دائما في الاوراق تاع الديول نقسمهم على 2 وندير حبات، يعني كل حبه نديرها في نص تاع الديول. هنا كي يكون عندكم الغاشي يعني كي تكون كميه كبيره دائما قسموا الحبه تاع الديول على 2.
لكن هنايا مادام كانت كميه قليله يعني غير افراد العائله، يعني الحبه خليتها هكذا كبيره. هنا خياتي درت الحشو، درت كميه من الجبن وراح نضيف عليه هذا اللاصق اللي هو كميه من الفارينه والماء. تقدروا تستغناو عليه، تقدروا تعوضوه بالبياض البيض، وتقدروا تعوضوه حتى بالجبن، يعني جبن الطلاء، وتلصقوا به البوراك تاعكم. تقدروا حتى ما ديروا والو، يعني راح يبقى معاكم لاصق كي تخلوه مده. انا راح نزيد معاكم الحبيبه الثانيه، قلت لكم نديروا كميه من الحشو ونديروا الجبن. هنايا الجبن اي نوع تحبوا تستعملوه، كاين اللي يحب يستعمل الجبن الذائب في البوراك تاعو، كل واحد ولكم الاختيار. يا خياتي حبيت نمد لكم برك حشو البوراك اللي يجي بزاف بنين، وانتوما على بالي كل وحده كيف طريقتها في تقديم البوراك، وكل وحده طريقتها كيفاش تخدم البوراك، يعني لكم الاختيار. هنا خياتي راني كملت معكم الحبيبات. الحاجه الاولى يا خياتي، هنايا كي تكونوا ديروا في البوراك حاولوا احكموهم جيدا، وفي نفس الوقت لازم ديروهم على قيس واحد كما راه واضح معكم. هنايا راح ندير المثلثات، كاين اللي يحب ينوع في البوراك تاعو ويدير الشكل طويل ويدير المثلثات. انا هنايا درت فقط كميه قليله من المثلثات، يعني حبيت نشارككم. وكل وحده كاين المبتدئات اللي يحبوا يتعلموا، كاين المبتدئات اللي يحبوا ينوعوا في اشكال البوراك، كل وحده والطريقه تاعنا. فقط حبيت نشارككم بطريقه جد بسيطه. هنايا خياتي شديت نصف بوراكه، عاودت طويتها للمره الثانيه، درت لها كميه تاع الحشو والجبن، ونبقى نطويها كيما الصمصه. يعني الطريقه هذه بزاف بسيطه وبزاف سهله. هنا كاين بزاف اللي يحبوا المثلثات لانه يجي الشكل تاعهم بزاف بنين، وفي نفس الوقت ما يجوش خشان، يعني تجي الورقه تاع الجول ما تجيش غليظه بزاف. هنا راح نكمل كامل الحبيبات تاعي بنفس الطريقه، وراح نمد لكم السر باش البوراك تاعكم ما يتشرب لكمش الزيت وراح يبقى مقرمش. هنا يا خياتي على بالنا بلي غدوه من ذاك البوراك تاعكم راح يفقد القرمشه تاعو، هذه اكيد. لكن انا نقول لكم هنايا لو كان تقليوه نصف ساعه ولا ساعه قبل الاذان، يعني كي يوصل الاذان راح تلقاوه مازالوا بالقرمشه تاعهم. هذه هي اللي حبيت نوصلكم انايا، هذا السر من اسرار اللي اكتشفتوه، يعني بزاف هايل. هنا في سنيوه ولا في بلا راح نرش كميه لابس بها من المايزينا، يعني النشا. راح نحط البوراك تاعي ونعاود نرش من فوق بهذه الطريقه، وبيدي راح نحاول نقص الكميه تاع المايزينا. هنا خياتي انا راح نحي من السنيوه هذيك لانه باش ما يديليش كميه كبيره، راح نحاول نرشه فقط بكميه قليله. هنا خياتي لو كانت تقليوه ساعه من قبل الاذان راح يبقى محافظ على القرمشه تاعو ما شاء الله. يعني هنايا راح نضمن لكم النتيجه لانه راني مجربتها ومعتمدتها، خاصه في شهر رمضان باش تربحوا الوقت وما تبقاوش تجريوا في الدقيقه الاخيره. تقليوا البوراك تاعكم ساعه ولا نصف ساعه من قبل، كي يوصل الاذان البوراك تاعكم راح يكون بارد، يعني تاكلوه عادي، وفي نفس الوقت راح من القرمشه مازالها فيه. يا خياتي والله النتيجه بزاف ناجحه ومضمونه، وقلت لكم انا نعتمدها وبزاف هايله. هنا راح نقلي البوراك تاعي وشوفوا يعني ما شاء الله هكذا راه واضح معكم باللي ما تشربش كميه كبيره من الزيت. يعني هنا مازال مقطرها من المقله وريتها لكم ديريكتوم، يعني دوك هنا نخليه يقطر شويه وراح نوري لكم الشكل تاعو النهائي. وكما قلت لكم الزيت ما لازمش تكون سخونه بزاف، لانه كي تحطوه سخونه بزاف راح يتنحرق معاكم بكل سهوله. خلوا الزيت متوسطه وقليوا البوراك تاعكم. اذا شفتوا الزيت تاعكم بدات تسخن نحيوها ترتاح واحد 5 دقائق وعاودوا رجعوها، هكذا البوراك تاعكم راح يدي واحد اللون وما راحش يتنحرق معاكم. وهو البوراك تاعي راه واضح معاكم، يعني ما شاء الله واحد القرمشه واحد البنه في الحشو، خاصه الحشو يا البنات صدقوني بزاف بنين، يجي الذوق تاعو اكثر من رائع ويجي الطري رائع. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها لانه تستحق التجربه. قبل ما نكملوا الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش دائما يا خياتي دعموني في القناه، خلوا لي جام اشتراك وفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله.